أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حرب الفلاسفة لما الغزالي ضرب وابن رشد رد عليه بنقطة نظام فلسفية. النهاردة معانا كتاب تقيل اسمه تهافت التهافت، واللي كتبه فيلسوف قرطبة طبيب الأندلس قاضي القضاة ابن رشد. بس استنى، قبل ما ندخل على الكتاب نرجع خطوتين ورا. البداية كانت مع الغزالي في القرن ال11. الإمام أبو حامد الغزالي كتب كتاب شهير جدا اسمه تهافت الفلاسفة، وقرر فيه إن بعض أفكار الفلاسفة المسلمين الكبار زي ابن سينا والفارابي بتخالف الدين. مش بس كده، ده كفرهم في 3 مسائل: قدم العالم، علم الله بالجزئيات، إنكار البعث الجسدي. الغزالي قالك دول ناس اتأثروا بأفلاطون وأرسطو وخرجوا عن السنة. ابن رشد داخل الحلبة بعد 100 سنة تقريبا جه ابن رشد وقال لا يا عم الشيخ، الكلام ده ما ينفعش، الفلسفة مش ضد الدين، دي وسيلة لفهم الدين. وكتب كتابه تهافت التهافت، يعني رد على تهافت الفلاسفة وقال إن الغزالي هو اللي متهافت. طب إزاي ابن رشد رد؟ ما دخلش بشتايم، دخل بتحليل منطقي حاد. قسم كتاب الغزالي فصل فصل ورد عليه نقطة نقطة، واستخدم نفس الأدوات العقلية اللي بيحبها الغزالي: المنطق والكلام والأدلة العقلية. أبرز النقاط: 1. في قدم العالم، الغزالي قال العالم مخلوق وله بداية. ابن رشد قال حتى أرسطو ما قالش إن العالم أزلي بمعنى إنه بدون خالق، بل بمعنى إن حركة الكون دائمة، وده ممكن نفهمه ضمنيا. 2. في علم الله بالجزئيات، الغزالي قال الفلاسفة بينكروا إن ربنا يعرف التفاصيل. ابن رشد رد لا، الفلاسفة قالوا إن علم الله مختلف عن علم الإنسان، ربنا يعلم الجزئيات بعلم كلي. 3. في البعث الجسدي، الغزالي قال في اختلاف تأويلي، بس مين قال إن ده إنكار للدين؟ في مدارس تفسير مختلفة. ابن رشد والعقل، ابن رشد آمن إن الفلسفة مش اختراع غربي، دي أداة لفهم النص، وكان دايما يقول الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. وهو كان شايف إن الشرع والعقل مش في تضاد، بل بيكملوا بعض، وإن المشكلة مش في النص، المشكلة في اللي بيفسره غلط. طب ليه مهم نقرأ الكتاب ده؟ لأنه بيمثل قمة الفكر الجدلي في الحضارة الإسلامية، مش مجرد رد، ده مدرسة كاملة في الحوار العقلي. وفي وقت بنشوف فيه التكفير أسرع من اللايك، ابن رشد بيدينا درس: الرد مش بالصوت العالي، الرد بالعقل العالي. تهافت التهافت مش مجرد عنوان عبقري، ده إعلان فكري بيقولك لو هاجمت الفلسفة هتلاقي الفلسفة بتعرف ترد. وخلي بالك، مش كل اللي بيكفر فاهم، ومش كل اللي بيفكر كافر. وسلام.